السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه. شكرا لكم بزاف على الدعم وعلى التشجيع. غادي نشارك معكم ان شاء الله العجينه ديال البيتزا اللي كتجي ناجحه وقطنيه وتعتمدوها كمشروع لرمضان ان شاء الله تعالى. بالنسبه للبنات اللي باغيين ياخذوا الطلبيات، كتاخذوا زوج زلايف ديال الفرص وزلافه مع مرش ديال الفينو. ممكن ديروا غير كاس واحد ديال الفينو في كيلو ديال الدقيق. المهم انني خديت جوج زلايف ديال الفرص عامرين وزلافه مع مرش ديال الفينو، جوج معالق كبار ديال الحليب بودره اختياري، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه وتبقى على حساب الجو واش بارد ولا سخون. عندي معلقه صغيره ديال الملح وغادا نضيف واحد 3 ديال المعالق ديال زيت الزيتون. ممكن ديروا حتى 4 ديال المعالق او 5، فهي كتعطيها واحد الطيبه زوينه. وغادا ندير الزعتر. بالنسبه للزعتر البنات اللي ناويين ياخذوا الطلبات الله يجازيكم بخير، انا ضد هذيك الفكره اللي كتجيبوا الزعتر وتبداو تحكوه ما بين يديكم. بعض المرات كتقول واحد ياكل في ديك المضغه تلقى واحد دوك الفراتات ديال الزعتر. فانا كتشوفوا الطريقه ديالي، انا كنغربلو كنقيه كنحيد منه العواد، راه شله ما كيتحيد منه. فغير باش ديروا حاجه متقونه بالنسبه للبنات اللي باغيين يخدموا الطلبيات يعني كما قلت لكم. وبالنسبه للزعتر يعني كنقيه كيتغربل كنطحنو باش كنحصل على واحد البودر، بها كنسم هذيك العجينه وكتكون عندي يعني هكاياك مطحونه فاش كنبغيها كنبدا نخدم بها. وكنعجن بالماء. بالنسبه للماء انا درتو غير من روبيني عادي. الا كان الحال بارد فممكن تعجنوها بالماء دافي. انا صراحه هنايا يعني تعمدت انني نعجنها بالماء بارد لانني عجنتها وكنت غادا نخرج نتسخر، فما بغيتش الماء سخون او الماء دافي دغيا يدير التفاعل مع الخميره وتخمر ليا دغيا. بغيتها تخمر بشويه عليها تاخذ وقتها الكافي ما بين انا نتسخر ونرجع في خاطري. هذا ما كان. وممكن ديروا الماء دافي الا كان الجو بارد. كنعجنها وتيكون القوام ديالها خفيف. هنايا السر ديال عجينه البيتزا، ما ديروهاش مدقصه، كتكون خفيفه. هنايا كتشوفوها راه كتلصق ليا في يدي. غادي تعذبكم بشويه الا لصقات لكم في اليد، وانما ماشي مشكل باش تحصلوا على واحد النتيجه زوينه. اللي عندها العجانه طبيعه الحال احسن واحسن، لان العجانه كتخرجها مدلوكه رائعه. المهم هادو هما المقادير اللي كنعتمد. انا هنا شاركت معكم جوج لايف ديال الفورس مع زلافه مع مرش ديال الفينو. ممكن ديروا نص كيلو ديال الفورس وديروا معاه كاس ديال الفينو. صافي كندلك العجينه كما كتشوفوا. انا هنايا عطيتكم يعني مقادير غير قليله هكايا تجربوها. ان شاء الله في رمضان غادي نبقى نشارك معكم كميات كثيره بالنسبه للطلبيات. صافي كندلكها مزيان، ضروري ما تدلكوها. بالنسبه للاخت اللي عطاتني واحد الملاحظه ان الكاميرا كتضبب، فانا كنقول لكم راني كنصور معكم غير بالتليفون ديالي عادي. ففاش كيكون التليفون قريب ليا وانا كنتحرك داكشي علاش الكاميرا كتبدا تضبب. فاستسمح منكم ونتمنى تكونوا كتستافدوا معايا. صافي كندهنها بالزيت باش ما ديرش واحد القشره من الفوق، وكنغطيها هكايا بلاستيكه. وضروري عاوتاني ما تغطيوها بشي حاجه اللي دافيه اللي تساعدها انها تختمر وتطلع. صافي كنوضعها على جنب حتى كيتضاعف الحجم ديالها. من بعد ما كتخمر هكا كترجع كنفرغها، يعني كنديغازيها، كنخرج منها داك الهواء اللي تيكون في وسط منها. وكتستعنوا بالفينو اولا بالسميده باش تقرصوها. انا كنعتمد على الفينو، ما ديروش الفورس لانه كيدقصها. يعني هي بحال داك العجينه بحال كتبدا تشرب الفورس وكتدقص. من الاحسن تلقوها بالفينو وكتجي حتى زوينه ما هكايا مسمده كتجي زوينه. وكذلك الدقيق خدموه بنوعيه جيده باش حتى في الشوفه يعني من بعد ما غادا طيب غتشوفوها معايا كتبان لكم واحد العجينه اللي هكايا بيضه وزوينه، ما تكونش كحله ومدقصه في الشوفه ديالها. صافي كنستعن بالفينو كنبدا كنسرح العجينه. الا كان عندكم سطح العمل شويه كبير فين تخدموا كيما انا، فانا خليت العجينه كامله يعني طلقتها كامله دفعه واحده. كنتو غادي تخدموا في واحد ليسباس صغير فقسموا العجينه ديالكم على جوج ديال هكايا ديال الكرات باش تساعدكم في الخدمه. صافي كنبدا كنطلقها. بالنسبه لهاد العجينه هادي او هاد القياس هذا راه كيعطيكم كدا و30 حبه اللي كيخرج ليا. المهم بالنسبه لنص كيلو ديال الدقيق راه تعطيكم 26 حبه 28 على حسب عاوتاني السمك، واش خليتوها شويه غليظه اولا رقيقه. هي من الاحسن يكون السمك ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه عاوتاني باش ما تجيش معجنه. واحد السمك يعني لا باس به كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو، لانها مازال غادا تطلع شويه في الفران. بالنسبه للثمن كتخرجوها بدرهم للحبه. كتقطعوها بالقطر. انا هذاك السيركل اللي غنقطع به فيه 10 سنتيم وممكن تقطعوها حتى ب 8 سنتيم.
هذا هو القياس ديال هاد لي ميني بيتزا. كتخرجوها بدرهم للحبه. في حاله ما خرجتوها جمله بمعنى غتدفعوها لمول الحانوت، ومول الحانوت خصكم تخليو ليه واحد الربح حتى هو فين يربح معاكم، كتدفعوها عليه ب 16 ريال للحبه. كتخدموا من 20 حبه لما فوق، يعني كليانه لا عيطات لك على 10 15 حبه ما عندكش فيها الربح، من 20 حبه الفوق، لان نص كيلو ديال الدقيق تيخرج لكم 26 28 حبه، باش ملي كتخرجوا نتوما هذيك ل 20 حبه تيكون عندكم فيها الربح. هنا لاحظوا معايا، من بعد ما سرحت العجينه كنجيو كنبدا كنهز فيها، ضروري تزعزعوها من بلاصتها باش ملي نبدا نقطع فيها ما تبداش تجمع لي، يعني ما تبداش داك الحجم ديالها يتقلص. هادشي ملاحظوا معايا، انا هنايا راه ضروري كنزعزعها من بلاصتها عاد نبدا نقطع فيها. كتاخذوا هاد الاداه اللي كتساعدكم تثقبوا العجينه، ما عندكمش كتستعنوا بفرشيطه وكتبداو تثقبوا العجين ضروري. لاحظوا معايا راه السمك ماشي غليظه وفي نفس الوقت ماشي رقيقه، يعني ميته لاصقه على الطبله، ضروري كتخليو ليها واحد شويه فين غادي تزيد مازال تنفخ في الفران. هنا ملي كنوضع السيركل كنوضع وكندير بحال كندورو، ما كنبداش ندي ونجيب فيه باش العجينه ما كتجمعش، يعني ديك الدوره اللي كنقطع كتبقى محافظه على الشكل ديالها. نتمنى يكون الفيديو فيه افاده. اللي كيشاهد قناتي لاول مره يشترك مرحبا به، وانتم كتشاهدوا الفيديو ما تنساونيش من لايكات. الله يجازيكم بخير تشجيعا منكم. اللايك هي اللي كتشجع الواحد باش هكا يعطي اكثر واكثر. فبالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني بزاف د الوصفات، والاخت بالضبط اللي نتمناها تكون كتشوف الفيديو ديالي اللي طلبت مني العقده ديال الكاوكاو بديل اللوز، مرحبا. اي حاجه طلبتوها مني على الراس والعين، ان شاء الله الخير القدام غنشارك معكم بزاف د الوصفات طلبيات. بالخصوص انا كنبغي نشجع البنات اللي باغيين يخدموا، باغيين يعني من دارهم يخدموا، وهادشي علاش تعمدت ندير لكم هذا الفيديو، لاننا مقبلين على رمضان ان شاء الله. هاد العجينه ديال البيتزا كيكون عليها اقبال وفيها ربح الحمد لله، يعني ما فيهاش تماره بزاف وفيها واحد الهامش ديال الربح اللي زوين ولله الحمد. فنتمنى يكونوا لي فيديو ديالي كيحفزوكم انكم تنوضوا تشجعوا وتخدموا. كل سيده وكل اخت كتخدم من دارها فالله يعاونها ويسر ليها الامور ويجيب ليها التيسير، واهم حاجه الله يحفظ ليها صحتها، لان راه الصحه طبيعه الحال هي اللي كتخلي الانسان يتحرك ويخدم ويدير كلشي. هنا كما كتشوفوا ملي كنقطعها كامله كنحيد هذوك الزوائد وغادا نبدا نسرحها في اللاطه. الطريقه ديال الطياب عافيه مجهده، يعني بحال الخبز تماما. ما ديروهاش عافيه مهيله باش الفران ما تيسفهاش، هي خاصها فين تنفخ وتجينا واحد العجينه قطنيه وتجينا يعني مجعبه من الداخل ديالها صافي. ومن بعد الحاجه الاخرى اللي المهمه عفوا اللي بغيت نقولها لكم ومشات ليا من بالي، المهم طريقه ديال الطياب فران سخون، ضروري ما تنقصوش الفران. بالنسبه لي انا كنديرها في الفران، كاينين بعض الاخوات اللي كيطيبوها على المقله او على الطاجين ديال الخبيز نص طيبه. انا صراحه جربتها وما عجبتنيش. الفران كيجيو منفوخين، انا كنوريكم السمك ديالهم، انا كنوريكم السمك ديالهم كيجيو منفوخين، كيطلعوا شويه وكيجيو من الداخل مجعبين، وديك العجينه ديالتهم اولا ديك اللبابه ديالتهم باينه ما مدقصه ما حتى شي حاجه. واخا تيبانوا لكم يعني مازالين بويض، هما في نفس الوقت كيكونوا طايبين من الداخل ما معجنين ما حتى شي حاجه. وهادشي كامل غادي تشوفوه معايا لا فيديو، فغير بقاو معايا للنهايه وما تنساوش لايك. الله يجازيكم بخير، وشكرا لكم بزاف على الدعم وعلى التشجيع وعلى التفاعل ديالكم في الفيديو السابق ديال الميني بسيطلات اللي عجبوكم. مازال ان شاء الله غنشاركهم معكم بطريقه اخرى بالتفصيل كما قلت لكم. البنات اللي بغاو ياخذوا لي كوموند في رمضان ان شاء الله غادي نعطيكم القياس ديال الدجاجه شحال كتخرج لكم، سواء ميني بسيطلات سواء بريوات، وبشحال الثمن اللي تقدروا تبيعوهم، وكذلك حتى هامش الربح ولي ميني بسيطلات ديال الحوت. فكما قلت لكم راه الخير القدام غنشارك معكم كل شيء باذن الله، غير نلقى منكم الدعم والتشجيع باش هكا تحفزوني انني نشارك معكم اكثر واكثر. في هاد الوقيته اللي انا كندير العجينه في اللاطه راه عندي الفران كيسخن، يعني الفران خاصو يكون سخون مزيان، يعني نفس الطريقه اللي كنطيبوا بها الخبز، فراه حتى هذه راه عجينه نيت، يعني نفس الطريقه ما يكونش الفران مهيل باش ما يسفش لينا العجينه. وهذا القياس هذا اللي خدمت معكم راه خرج ليا اكثر من 30 حبه. بالنسبه للقطر اللي خدمت به راني خدمت هنايا على ما اظن، المهم غادي نعطيكم التاكيد 10 سنتيم. انا عندي السيركل ديال 8 وعندي ديال 10، بجوج بهم غادي نشاركهم معكم ان شاء الله باش بالتدقيق، يعني بالدليل غنعبروا قدامكم.
هنايا كندير واحد المنديل ضروري او ليزار، اون فوا كنخرجها من الفران مباشره كنوضعها على داك الزيف، ما تخليوهاش في اللاطه باش ما تعرقش ليكم من التحت، وهكا كتبقى رطبه وكتجي. مهم انا ان شاء الله تجربوها، كتجي ناجحه وكتجي زوينه. وشوفوا السمك ديالها كيفاش جا، ماشي رقيقه بزاف وماشي غليظه، كتجي رائعه وكتجي قطنيه من الداخل ديالها. هو هذا الشكل ديال العجينه اللي شاركت معكم اليوم. هذه هي الكميه اللي عطاتني، راه عطاتني اكثر من 30 حبه. غادي تشوفوها معايا كيفاش جات من الداخل ديالها. غير خدموا بالدقيق، نوعيه جيده باش هكا تتحصلوا على هاد الشوفه هذه، يعني عجينه بيضاء ورطبه وزوينه. وحتى الا دفعتوها لمول الحانوت الكليان يعني كتعجبو من الشوفه وكياخدها، ما تكونش واحد العجينه اللي كحله ومدقصه. شوفوا هنا كيفاش جات من الداخل ديالها، جات مجعبه قطنيه زوينه، يعني كما قلت لكم في الشوفه ديالها. المهم الفيديو راه شارح نفسه بنفسه، فسمحوا لي لا طولت عليكم. شكرا لكم بزاف. اي اخت ناويه تخدم الله يسر ليها الامور ويجيب ليها الرزق والتيسير. في امان الله.